تمسك فيا انا؟ ده انا غلبانه وبحب الناس الغلابه. ده انا يا اختي لسه عامله اوفرز على المرايل على دخول المدارس. معلش يا لولو معلش، وانا اتأثرت قوي، بس انا اللي حاسس في نفسيتي بقى الواد تامر ده اللي مسح بينا ارضيه الكافيه. انا مش فاهمه الواد ده ازاي بيقنع الزباين هما يقعدوا عنده. عشان هو خبيث بيقدم لهم الحاجه الجديده، والشباب طبعا تافه زينا وغاوي الحاجات جديده. بصوا يا بنات، ما هو الزبون المصري ده نوعين، نوع يجيب الحاجات الجديده ونوع يا اختي معهوش فلوس وعلى الحديده. اهو ده بقى بتاعنا احنا. بنتي هاب، الزبون اللي على ترابيزه 2 ده محتاج شاليمو وحبه دلع ومياسه منك. خش عليه يلا. اتفضل وخد الشاليمو. وانا اشرب كل ده لوحدي؟ لا، اشرب اللي تقدر عليه وسيب الباقي. احنا شعارنا هنا في الكافيه خليك فييس وخد الباقي في كيس. وبيس يا حبيبي بيس. طب بقولك ايه، ما تقعدي تشربي معايا عشان ما احسش بالوقت بس. صعب خالص، اصل احنا هنا في كافيه محافظ. بقولك ايه، شكلك كده شاب كول وامور. ايه رأيك تستناني بعد ما اخلص؟ اصل انا بخلص هنا الساعة 6. اقف بقى استناني في الموقف بتاع الميكروباصات اللي قدام الكافيه. قشطة، وهظبطك في البقشيش. بيس يا حبيبي بيس. العب على ترابيزه 4 5 بيتزا، 2 وسط و3 كبير. احنا ما بنلعبش في الحاجات الصغيره ولا مؤاخذه. أو. يلا يا بنات. خد يا برنس، خد شوف العصير ده عشان يغذيك. يلا حبيبي هنا. اتفضلوا هنا. يا مرحبا يا مرحبا. هنا اتفضلوا، خير زمان واكل زمان وناس زمان. وبعدين يا استاذ تامر، هنفضل ساكتين لحد امتى؟ دول خدوا كل زبايننا بحواض السمك اللي بيقدموها لهم دي. اصبر يا دي التوهيه. انا عندي راي، انا اولع في دي الكلب وهتخلصوا عليهم. تصنف دي الكلب ايه يالا؟ هم فدانين قطن يالا، هنحرقهم ونتعارك عليهم. التكتيك هنا في العاصمه عايز على المهل على المهل. وانت يا بنت انت فين تلقائيتي؟ انا عارفه الزمان اتطصص في نظرها ليه. يرضيك يا بيبي كده سايبين الحلاوه والقمر ده كله وبيبص للمعصعصه بنت خالك دي بتقول بيس يا بيبي بتاعتي. السم الهاري. الهي تقفله بكره الصبح يا رب. وبعدين يا جدعان، الزبون المصري ده متقلب وندل ويبيع ابوه عشان خاطر ربع جنيه. يا مؤاخذه. مش عارفه يا بنتي يا الهام، بس يظهر كده يا اختي ان المنافسه الشريفه ما بتاكلش عيش في الزمان ده. ده احنا بعد المصاريف والتخفيضات ما جمعناش غير 76 جندي مصري لا غير. يا حبيبتي يا الهام، اهو 76 جون دول انا اروح اشرب بيهم قصب انا واي واحد رومانسي. يظهر يا بنات ان احنا لازم نلجأ للديرتي ورك. ورك ولا صدر؟ ايه حكاية الديرتي ورك دي يا استاذ تامر؟ هو ليه علاقة بالست هايتي؟ مالك انت يالا ومال هايتي؟ الديرتي ورك في الازازه دي، وادي مفتاح الكافيه. اسبوع واحد تجيبوا لي الصحه والتموين والبوليس في الكافيه بتاعي؟ انا بصفتي نائب اول للاستاذ تامر وطالب بتعويض قدره 1,000,000 جنيه، وذلك للاضرار والحرقان اللي حصل له بسبب الشطه. دي مؤامره من العاصمه يا استاذ. على العموم انا قررت اقفل الكافيه اسبوع علشان التكسيرات والتصليحات اللي حصلت. اما بالنسبه للخساره والايجار، حضرتك طبعا مسامح فيهم. لا طبعا هتشتغلوا بيهم وانا معاكم عند الملك الجديد. ايه؟ الملك
الملك الجديد. دي اكيد مدام رشا. ها؟ لا لا لا، مدام رشا خلاص طلقتها. باين عليك. امال مين؟ بالسم الهري يا استاذ عاطف. عشت يا استاذه فرسي. حط لي شويه الابيض ده مايويز يا تامر. حاضر يد يا استاذ عاطف. عمري ما هنسى جميلك انك فهمتيني ووعيتيني وقلتي لي ان الدكتور بشنتي متجوز عليا. يا حبيبتي إن ما كناش إحنا الستات ناخد بحس بعض ونفتن على جوازاتنا، مين يا أختي اللي هيقول لنا؟ ماما عايده، ماما عايده، اقطعها ترنشات ولا ابشرها؟